أهلا بكم مشاهدينا في الحلقة الأخيرة من مجلة عدالة المتلفزة في هذه المجموعة، والتي أصدرها مركز المعلومات العدلي التابع لوزارة العدل بالشراكة مع شبكة أمين الإعلامية. في بداية عددنا سنطلعكم على أهم الأخبار العدلية في فلسطين، وريبورتاج حلقتنا سيكون حول كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية. يليه مقابلة خاصة مع الدكتور رفيق أبو عياش عميد كلية الحقوق في جامعة القدس حول السياق ذاته. ولا ننسى الوقفات التوعوية والقانونية التي سنتعرف عليها في الفقرات اللاحقة. ونبدأ نشرتنا الإخبارية العدلية بالخبر التالي. أعلنت وزارة العدل الفلسطينية أنها بصدد تنظيم مؤتمر حول التعليم القانوني في كليات الحقوق الفلسطينية بهدف رفع مستوى التعليم في هذه الكليات وضمان ملائمتها لاحتياجات المجتمع الفلسطيني. وجاء إعلان وزارة العدل خلال كلمة ألقاها وزير العدل الدكتور علي خشان أمام طلبة كليات الحقوق المشاركين في ورشة عمل عقدت في بداية الأسبوع الماضي ضمن برنامج عدالة المستقبل الذي تنظمه وزارة العدل بدعم من UNDP. سنقوم بالدعوة لمؤتمر في هذا الإطار ما بين كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية لكي نناقش إمكانيات وضع استراتيجية للتعليم القانوني في فلسطين تشارك به جميع الجهات بما فيها القضاء والنيابة ونقابة المحامين والجامعات الفلسطينية وكل ما يتعلق بقطاع العدالة. هذا المؤتمر سيسهم إن شاء الله في رفع والتفكير أيضا في وضع استراتيجية هامة للتعليم القانوني في فلسطين. عقد في مقر وزارة التخطيط نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا لمجموعة عمل قطاع العدالة، وذلك برئاسة المستشار خليل قراجة وكيل وزارة العدل والسيد أردفان فريست رئيس التعاون في الممثلية الهولندية، وبحضور مؤسسات العدالة وممولي القطاع. وتم خلال الاجتماع مناقشة الإنجازات والتحديات التي واجهت قطاع العدالة خلال عام 2011، وقدمت عروضا حول نقابة المحامين والقضاء الشرعي ونظام معلومات قطاع العدالة ومؤتمر المساعدة القانونية. هذا الاجتماع هو اجتماع من أجل مراجعة كافة النشاطات في الفترة السابقة في الست شهور الماضية من جهة، ومراجعة التوصيات والأعمال التي قمنا بها التي تمت بتمويل من هؤلاء الممولين الحاضرين معنا اليوم، وأيضا هو من أجل إظهار التحديات التي يواجهها قطاع العدالة في فلسطين مع الممولين، وأهمها وجود الاحتلال الإسرائيلي. بعتقد أن هذا الاجتماع عبارة عن فرصة جيدة ليأكد مجتمع المانحين على تحالفهم مع السلطة الوطنية الفلسطينية. اجتماع مجموعة العمل الخاصة بقطاع العدالة تعتبر فرصة للوصول لمجتمع المانحين من قبل الجميع. أشار القاضي عزت الراميني رئيس إدارة المحاكم إلى أن القضاء الأعلى يعمل على تطوير نظم نشر المعلومات في السلطة القضائية لبيان الجهود التي تبذلها المحاكم الفلسطينية في تقديم الخدمات القضائية وتعزيز ثقة الجمهور بالقضاء الفلسطيني. ونوه إلى أهمية معرفة المواطن بالدور المنوط بالمحاكم. وجاءت أقواله يوم الأحد الماضي في رام الله خلال افتتاحه ورشة عمل مع مراسلي المركز الإعلامي القضائي الذي تم انتدابهم في المحاكم الفلسطينية. عقد في منتصف الأسبوع الماضي في مقر وزارة العدل اجتماعا ضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والتخطيط مع وفد يمثل الوكالة الكندية للتنمية سيدا ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة UNODC، وذلك لبحث تطبيق مشروعي الطب العدلي والمعمل الجنائي وتمكينهما من تقديم أفضل الخدمات العدلية. استكمال الاجتماعات سابقة حول رؤية الحكومة ورؤية وزارة العدل ووزارة الداخلية والخطة الاستراتيجية للحكومة ولهيئتين الوزارتين بإنشاء مركز للطب العدلي وإنشاء مركز للمختبر الجنائي حتى تساهم في تحقيق العدالة للمواطنين. بوشر في نهاية الأسبوع الماضي اللقاء الأول في دبلوم الإدارات المتوسطة الذي تنظمه وزارة العدل بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
ويستهدف إداري الفئات الوسطى في وزارة العدل ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية لتعزيز قدراتهم الإدارية. دعا المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية مدى إلى التعامل مع قضايا الذم والقدح والتحقير المتعلقة بالعمل الإعلامي بنوع من الخصوصية، وإلى وجود نظام جزائي إجرائي خاص بقضايا الإعلام وعدم الإبقاء على الحبس الاحتياطي في هذا النوع من القضايا. وجاءت دعوة مدى خلال دراسة قانونية أجراها بعنوان التنظيم القانوني لحرية الإعلام في فلسطين. تبدأ مهمة أشخاص القانون والذين هم مخرجات كليات الحقوق في بناء دولة القانون. فالبناء القانوني يبدأ في ذهن الطالب من خلال المزاوجة بين الناحيتين النظرية والتطبيقية بما يليق بالمستوى التعليمي في الجامعات الفلسطينية. الريبورتاج التالي يرصد أداء ومهنية كليات الحقوق في فلسطين. لنتابع. بعد نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1993 بدأت صورة الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية بالتغير، فقد شهد قطاع العدالة في السنوات الأخيرة تطورات أساسية بهدف تلبية حاجات المجتمع الفلسطيني في المجالات القانونية والقضائية والإدارية، حيث بدأ في مطلع التسعينات للمرة الأولى إنشاء كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية، وكانت أولاها تأسيس كلية الحقوق في مدينة القدس، حيث كانت بداية لمسيرة تطوير وتزويد المؤهلين علميا لممارسة العمل القانوني في مختلف تخصصات وفروع القانون وتخريج العدد المطلوب سنويا من القانونيين. كان صعوبة في الحصول على ترخيص لإنشاء كليات حقوق بفعل السلطات الإسرائيلية، كان هناك منع لإنشاء الكليات. بدأت هذه الكلية في 93 في جامعة أبو ديس، وتخرج منها أول دفعة في 97. تلاها إنشاء كليات في مختلف الجامعات الفلسطينية، تلتها جامعة النجاح في عام 1995، ثم بير زيت 1996 افتتحت برنامج ماجستير القانون، وفي عام 2004 افتتحت دائرة القانون، طبعا وهي إحدى دوائر كلية الحقوق والإدارة العامة، وتمنح درجة البكالوريوس في القانون. إن البناء القانوني الذي تقوم به كليات الحقوق في فلسطين، ومن خلال توفير مستوى رفيع وعصري من التعليم الجامعي للطلبة، يلعب دورا هاما في تهيئة بيئة تعليمية حديثة ومتكاملة ومناخ جامعي متميز يضم خيرة من الخبراء والأساتذة الجامعيين في هذا المجال، حيث يزداد عدد الخريجين باضطراد مستمر لدرجة أنه أصبح يفوق عن حاجة السوق الفلسطيني. فخلال السنوات الأربعة الأخيرة بلغ عدد خريجي البكالوريوس إلى 1645 خريج في تدريس القانون في كل من جامعة الأزهر بغزة وجامعة القدس أبو ديس وجامعة النجاح وبيرزيت والجامعة العربية الأمريكية. ونحن في صراع دائم مع مؤسسات ومنظمات غير حكومية أو حتى مع مؤسسات السلطة التي تعمل على محاولة استقطاب الأساتذة الذين لدينا. جامعة بيرزيت انتبهت في الفترة الأخيرة لهذا الموضوع وركزت على المحاكم الصورية، وكان لها أثر كبير جدا على خبرتنا كطلاب قانون في أعرق الجامعات في هذا التخصص. مستوى التعليم عنا كجامعة القدس، وهي كلية عريقة من أوائل كليات القانون في الوطن، بشوف إنه مستوى التعليم عنا جيد جدا، بيرقى لأنه يكون ممتاز نظرا للطاقم الأكاديمي الموجود عنا. دكاترتنا معروفين بكل أنحاء المستوى الوطني، فبشوف إنه نحن كمستوى أكاديمي كتير عالي. كجامعتنا كل النشاطات مشاركة فيها، يعني إذا كان مستوى إنه إحنا كطلاب نمارس عمليا القانون، أنشأنا عيادة قانونية في نابلس، كنا نساعد الناس المحتاجين، كنا نساعد الناس اللي يعني نعمل تثقيف وتوعية للناس في المجالات القانونية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية دورات وشغلات زي هيك احنا بنشارك فيها، والحمد لله جامعتنا شاملة هاي الشغلات. شغلات ثانية على مستوى انترنت نشارك بهاي القصص، جروبات
وكمان مشاركين فيها، بس للتطوير بنسعى دائما. تهدف كليات الحقوق من خلال برنامج دراسي لمتطلبات القانون بتأهيل نخبة من القانونيين تكون قادرة على الممارسة القضائية الناجحة في مختلف المجالات، وجسر الفجوة بين الدراسة الأكاديمية للقانون وممارسة القانون وغرس نهج المهنية والأخلاقية لممارسة مهنة المحاماة والعمل القضائي. من خلال تطبيق نظام إعداد الدراسات على مدار العام الدراسي وعقد الندوات العلمية الطلابية وربط الطالب أثناء فترة الدراسة بالمؤسسات العامة في المجالات ذات العلاقة والتي يمكن أن تساهم في استيعاب الطلبة عند تخرجهم. كان عندنا كتير تجربة مميزة لأنه في عندنا تركيزات، وهي التركيزات فتحت للواحد إنه إيش المجال بده يشتغل فيه لبعدين. فمثلا اللي بده يشتغل محامي أوتوماتيك إنه بتدرب عندنا قبل ما يطلع على التدريب، فبيعرف إيش هي الحياة العملية قبل ما إنه يتخرج، فبتكون عنده خبرة كتير منيحة وبتساعده على إنه يعرف إيش يشتغل وكيف يشتغل. كتير بتسهل عليه هذا الموضوع. إن تأهيل طلاب القانون لمواجهة متطلبات العصر وما يستجد من نزاعات وقضايا ودراسة متطلبات العدالة في الألفية الثالثة وتزويد الطلاب بمعظم المهارات تضمن لهم كفاءة الأداء في القضايا والعمل القانوني والقضائي المستقبلي. كليات الحقوق في فلسطين هي النبع الرئيسي الذي يغذي كل القطاعات القانونية في فلسطين، سواء كان القضائي أو النيابة العامة أو المحامين أو الدوائر القانونية التابعة للقطاعين العام والخاص. لذا فغدا تطويرها واجبا رسميا ومجتمعي. واقع كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية ومستقبلها موضوع اللقاء التالي الذي أجراه الزميل ماجد العروري مع الدكتور رفيق أبو عياش عميد كلية الحقوق. أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم جميعا. يسعدنا في هذا اللقاء أن نستضيف الدكتور رفيق أبو عياش عميد كلية الحقوق في جامعة القدس. أهلا بك دكتور. تحياتي دكتور. بداية هل لك أن تحدثنا عن كلية الحقوق في جامعة القدس باعتبارها أول كلية خاصة نشأت في فلسطين تدرس القانون والحقوق للطلبة الفلسطينيين؟ كلية الحقوق جامعة القدس نشأت عام 1993 وكانت بداية كلية خاصة، والمؤسس لهذه الكلية هو الأخ الدكتور علي خشان وزير العدل الحالي. كلية الحقوق انضمت إلى جامعة القدس عام 1995 وأصبحت إحدى كليات جامعة القدس. بدأت باستقبال الطلبة منذ عام 93 وأول دفعة تخرجت هي عام 97، أي بعد 4 سنوات من الدراسة. ثم بدأت بالتطور، بدأت بكادر تعليمي لا يتعدى 5 أساتذة بالكلية. اليوم حوالي 20 أستاذ من حملة الدكتوراه، ونستعين بأعضاء تدريس من العمل الجزئي. لدينا الآن في كلية الحقوق حوالي 1200 طالب. لدينا 4 برامج تدريسية: برنامج بكالوريوس في حرم الجامعة في أبو ديس، وبرنامج بكالوريوس في القدس تابع لجامعة القدس، وبرنامج مسائي في رام الله. الشريحة المستهدفة هم من فاتهم قطار التعليم، وخصوصا الأخوة الذين كانوا معتقلين. إضافة إلى برنامج ماجستير في الكلية أنشئ عام 1997، ونستقبل كل سنة حوالي 15 إلى 20 طالب في الدراسات العليا. كلية الحقوق في جامعة القدس هي واحدة من عدة كليات موجودة في جامعات فلسطينية بدأت تنشأ لاحقا. كيف ترى واقع كلية الحقوق بصورة عامة؟ الواقع جيد ومطمئن. لدينا الآن في الوطن في الضفة الغربية بالتحديد 5 كليات حقوق: في جامعة القدس، في جامعة النجاح، في جامعة بيرزيت، في الجامعة العربية الأمريكية، وكلية جديدة استحدثت في كلية فلسطين الأهلية. هذا لا يشمل قطاع غزة؟ هذا لا يشمل قطاع غزة. كلية حقوق في جامعة الإسلامية وفي جامعة الأزهر أيضا. حوالي 7 كليات في الوطن. وهذه نسبة جيدة. البعض ربما يعتبر أن هناك تضخم. أنا في اعتقادي لا، لأن نسبة المحامين العاملين في قطاع المحاماة ليس العدد الكبير مقارنة بالتعداد السكاني.